بإذن الله بشارك في كأس العالم بالمنتخب السنة الجاية، البطولة الجاية عفوا، مو السنة الجاية، لأنه خلاص بهذه السنة يعني بتكون أتوقع نهاية لا يمكن على شهر 6. ليش مردودها؟ إذا مردودها ضعيف ليش تشارك؟ هذا اللي الآن حنا قاعدين نشوف يعني بكل اختصار. أنا أبي أشارك، ما أبي أربح بس ما أبي أخسر. بالكينجز ليج خسرت صراحة، بالمنتخبات ما ودي بعد أرجع أخسر، لأن مو ما ودي، هو ما راح أقدر ما في شيء عشان أخسر الحين. فإحنا مجتمعين معاهم إن نشوف هل هم بيتكفلون، هل هم بيقدرون يساعدون، بيسوون شيء. إذا ما بيساعدون ولا بيتكفلون بكل بساطة بالتوفيق لهم، يعني ما أتوقع إني بقدر أكمل. وما ودي إني أنا أدخل بشكل يعني أوكي بيعطوني هم أشياء معينة، الأشياء المعينة هذه لو مشيت عليها بكون ضعيف، ما بكون بأفضل استعداد. ليش أظهر إذا ما كنت بأفضل استعداد؟ خسارة مادية أنا أتكلم، ما أتكلم على الجائزة نفسها. خسارة مادية لأن أنت جماعة الخير أنتم مستوعبين إن حنا كنا ندفع حق التيم كامل مع المدربين، تذاكرهم، سكنهم، أكلهم، مواصلاتهم، حرفيا كل شيء كنا ندفعه. فأنت تخيل أنك تدفع حق فريق مكون من 15 إلى 16 شخص.